السلام عليكم يا شباب. النهارده جاي لكم فيديو جديد، وده فيديو مهم جدا لكل الناس اللي ناويه تيجي المانيا قريب، دراسه او شغل او اي حاجه. النهارده هكلمكم عن مزايا وعيوب المانيا. بما اني هنا تميت 3 سنين، فانا حابب احكي لكم عن تجربتي، وحابب احكي لكم المزايا والعيوب. فاستنوا لاخر الفيديو، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب، ويلا بينا. اول حاجه من مزايا المانيا وهي الطبيعه. الطبيعة هنا يعني كبيرة جدا. وأنا مجرد ما وصلت ألمانيا ولسه كنت نازل من الطيارة، لقيت الدنيا كلها خضرة. فالطبيعة هنا جميلة جدا. الحدائق العامة، البحيرات، الحاجات الجميلة ديت بتسيب فيك حاجة يعني حلوة. حبيت تتمشى أي وقت، تشم هوا نضيف. برضو بتحسن حالتك المزاجية. والحدائق العامة مش زي حتة يعني كبيرة جدا، مساحات خضراء كبيرة جدا، وكل ده مجانا. يعني مش بتحتاج اي مصاريف انك تخش الحدائق ديت. والحدائق مفتوحة 24 ساعة. تاني حاجة من مزايا المانيا وهي جودة التعليم. جودة التعليم هنا قوية جدا، اللي هو يخليك يعني مجرد ما تخلص دراستك تقدر تشتغل بيها في اي مكان. وغير انها قوية جدا، معترف بيها في كل حتة. ده غير كمان ان التعليم هنا شبه مجاني، على عكس بلاد كتيرة جدا تلاقي التعليم فيها ب10,000 دولار وكده. هنا التعليم شبه مجاني حرفيا. وتالت حاجة حابب أقول لكم عليها اللي هو التأمين الصحي. التأمين الصحي ده حاجة يعني جميلة أوي هنا. إن كل واحد سواء طالب أو عامل أو بيعمل أي حاجة، فهو لازم يتأمن عليه صحيا. يعني إجباري لازم يبقى عامل تأمين صحي. التأمين الصحي دي بقى بيفيدك في حاجات كتير جدا. يعني مثلا بعيد الشر، حصل أي حاجة، تعبت أي وقت، دخلت المستشفى أي وقت، حبيت تشتري علاج في أي وقت، أنت مش بتدفع حاجة. وحتى لو دفعت، أنت بتدفع حاجة رمزية جدا، قليلة جدا. يعني ناس كتير اعرفها اللي عمل عمليات وكان سعرها كبير جدا، ما دفعش حاجه. وبرضه لما تيجي تشتري علاج من الصيدليه، انت بتدفع حاجه بسيطه جدا، وليكن 5 يورو او كده. فالتأمين الصحي هنا بيوفر حاجات كتيره جدا للواحد. بعد كده، ودي نقطه مهمه جدا حابب اكلمكم عنها. انا كاتب بعض النقاط الرئيسيه عشان ما انساش، بس المزايا. بعد كده، ودي حاجه مهمه جدا، واللي هي الامن والامان. الامن والامان هنا يعني عالي. حابب انه على عكس بلاد كتيرة جدا أوروبية ومش أوروبية تلاقي فيها اقتصادها عالي، بس الأمن والأمان قليل جدا. فالأمن والأمان هنا دي حاجة بصراحة رهيبة. البوليس اللي هو تلاقيه موجود في كل حتة. وانت شخصيا حبيت تتمشى أي وقت، 4 بالليل، 3 بالليل، انك تبقى نازل وانت حاسس بالأمان. فألمانيا مناسبة جدا للبنات وللولاد برضه، لأن الأمان فيها عالي جدا. بعد كده كمان ميزة جدا هنا، فلو انت عايش هنا وعندك اطفال، فالاطفال من اول الحضانة لحد 18 سنة التعليم ليهم اجباري، يعني الزامي. اللي هو يعني انت لو منعتهم انهم يروحوا يتعلموا او يروحوا مدرسة او كده، فانت مسؤول وتدفع غرامة كبيرة جدا. فالتعليم هنا للاطفال من الحضانة لحد سنة 18 إلزامي. لأنهم هنا بيشوفوا الطالب أو بيشوفوا الطفل إن هو أساس، أو إن هو المستقبل، هو اللي هيعمل مستقبل أفضل. كمان يعني حاجة برضو ميزة هنا برضو حلوة، إن هنا ما تلاقيش في رشوة. يعني زي بلادنا تلاقي مثلا حد وقفك في كمين فلاني، معلي مثلا المزيكا في وقت ما ينفعش تعلي فيه، وحد جالك لا ده ابن خالتي مش عارف ايه. لا، هنا الرشوة مفيش رشاوى. انت عملت حاجة غلط، القانون بيمشي على الكل، انت هتتحاسب، يعني هتدفع الثمن اللي انت عملته غلط. دي بعض المزايا اللي انا فاكرها دلوقتي او اللي جايه في دماغي دلوقتي. وكمان ندخل بقى على الجانب التاني اللي هو العيوب. العيوب برضو، أهم عيب هنا وأوحش عيب هنا الطقس. الطقس هنا في ألمانيا سيء للغاية. يعني أنت متعرفش أنت في الصيف ولا في الشتاء ولا في الخريف ولا. إحنا دلوقتي في الصيف، وممكن تلاقي الجو بيمطر كمان شوية. وده كمان اللي يجيب للناس اكتئاب، وبيخليهم حابين يسيبوا ألمانيا ويروحوا يعيشوا في مدن تانية أو في بلدان تانية. فالطقس هنا أوحش يعني عيب هنا بصراحة. تاني حاجة من عيوب ألمانيا وهي المواعيد. المواعيد هنا صعبة للغاية. المواعيد هنا عشان تاخد ميعاد أي حاجة، مكتب أجانب، مكتب عند دكتور، المواعيد هنا صعبة جدا. يقول لك استنى شهرين، استنى 3. فالمواعيد هنا صعبة جدا يعني. اللي هي البيروقراطية بقى، وطبعا ده عيب كبير هنا.
ان كل حاجه ورق، انك مثلا اي ورقه لازم تجيلك انت لازم تحتفظ بيها، ممكن تحتاجها بعدين، يعني بعد انت طلبوها منك في اي وقت. فالبيروقراطيه هنا برضو حاجه وحشه جدا طبعا، زي ما قلت لكم المواعيد. والمواصلات برضو مؤخرا بقت مش حلوه زي الاول، القطارات بقت تتاخر عادي، الباصات تتاخر عادي، ممكن مثلا اي وقت يقول لك الباص بتاعك اتلغى والقطر بتاعك اتلغى، او انزل المحطه دي واركب محطه تانية. فانت لازم تاخد بالك وانت رايح اي موعد، رايح الشغل، رايح جامعه، رايح اي ميعاد، لازم تخرج قبل الميعاد بساعه. دي بعض العيوب. وفي عيب كمان ان الحياه الاجتماعيه هنا في المانيا، الحياه الاجتماعيه مفيش، صفر. فانت ممكن تلاقي يعني جيرانك في العماره محدش يعرف حاجه عن التاني، كل واحد في حاله. فالحياه الاجتماعيه هنا حاجه سيئه جدا. واخر عيب هنا اللي انا افتكره يعني اللغه الالمانيه. اللغه الالمانيه صعبه، تمام، او او اقدر اقول صعبه للي مش عاوز، او اللي ما حاولش يتعلمها. لكن انت حاولت، هي صعبه، هي اللغه الالمانيه صعبه، بس انت تحاول وتتعلمها. بس لو انت مش بتحاول تتعلمها فهي هتبقى صعبه جدا ليك. فاعتقد كده انا قلت كل المزايا والعيوب. لو في حد شايف عيب تاني هنا او ميزه تاني هنا يكتبها لي في كومنت، ممكن اكون نسيت بعض الحاجات. بس ديت الحاجات اللي انا حبيت الخصها من تجربتي هنا، من اني يعني عشت يعني تميت هنا 3 سنين. فدي الحاجات اللي انا لاحظتها. وبس. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.